السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم من جديد. معكم ياسمين من قناة لمسات سمسومة. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحدة من آلات التحليات اللي جربتها، تحلية البسكويت والليمون لعشاق الليمون. تحلية لذيذة بزاف ما تشبعوش منها، كتوجد بسرعة، ما كديش بزاف ديال الوقت، كما انها سهلة وناجحة من اول تجربة، والمقادير اللي فيها بساط واقتصاديين. ان شاء الله تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. وباش ما نطولش عليكم غادي نخليكم على المقادير وطريقة التحضير. بالنسبه للمقادير اللي استعملت هنا بسكويت. عندي هنا 2 باكيات ديال ماريا ماشي مكمولين، كنحتاجو تقريبا 1.5، بالاضافه الى نصف كاس من عصير الليمون، و6 ملاعق كبيره من الزبده المذابه، بيضه واحده، قشور ليمونه واحده مبشوره، ياغورت طبيعي، وفلان ياباني، بالاضافه الى نصف لتر من الحليب. كنحتاجو ايضا 3 ملاعق كبيره من السكر و3 ملاعق كبيره من النشا. ونبدا على بركه الله بطريقه التحضير. في البدايه كنقوم بكسر البسكويت، ثم كنطحنوه مزيان في الطحانه، اولا يمكن تدقوه غير بالمهرس اولا بالمدلك، اي حاجه متوفره عندكم. انا بعد ما كيرجع البسكويت بهذا الشكل هذا بودره، كنضيف عليه 6 ملاعق كبيره ديال الزبده المذابه، وكنحرك مزيان حتى كيندمج البسكويت مع الزبده وكيرجع القوام ديالو كيلصق في بعضه. بعد ما كنحصل على هذا القوام كنلاحظ انه بدا كيلصق في بعضو. كنجيب هنا الصحن اللي غادي نعمل فيه التحليه ديالي وكنعمل فيه هذا المول الدائري. يمكن تستعملوا صحن زجاجي اللي كيكون غرق بلا ما تستعملوا هذا المول هذا اللي كيناسبكم. هنا بعد ما عملت المول في وسط الصحن، كنسكب البسكويت في الوسط وكنوزعو مزيان بهذه الطريقه، وفي نفس الوقت كنضغط في جميع الجوانب حتى كنحصل على طبقه متساويه من البسكويت. كنخلي الصحن جانبا وكنجيب هنا كسرونه كنعمل فيها نصف لتر من الحليب وكنضيف عليها قشور ديال الليمونه، وكنعمل الحليب فوق نار متوسطه حتى كيغلى. بعد ما كيغلى كنزول منه القشور ديال الليمون. وفي اناء اخر كنعمل بيضه واحده، كنضيف عليها السكر سنيده وكذلك النشا. كنضيف ايضا الياغورت الطبيعي، ثم كنضيف فلان ياباني بالاضافه الى عصير الليمون، وكنحرك كل هاد المكونات مع بعضهم مزيان حتى كيندمجوا. هنا بعد ما كيندمجوا كنجيب الحليب اللي غليته وكنضيفه معاهم وكنستمر بالتحريك مزيان مباشره حتى كيندمجوا لجميع المكونات. في هذا الاثناء الطبقه ديال البسكويت كتكون تماسكت مزيان. الان كنجيب الصحن اللي فيه البسكويت وكنسكب فوق منه هذا الخليط ديال الحليب وفلان وباقي المكونات وكنوزعو مزيان فوق الطبقه ديال البسكويت. بعد ذلك كنزينوا التحليه ديالنا بالشكل اللي بغينا. انا هنا غادي نزين بشرائح الليمون وايضا اوراق من النعناع، ثم كندخلوا التحليه الثلاجه وكنخليوها حتى كتبرد مزيان ثم كنقدموها. وهذا هو الشكل النهائي ديال التحليه ديالنا. كتجي هائله ورائعه في المذاق. يمكن تزينوها بالشكل اللي كيناسبكم وكتقدم بارده. ما عليكم الان غير تجربوها وتعطيوني الاراء ديالكم في التعليقات. واذا كنتم من عشاق التحليات فغادي نخلي لكم مجموعه من الروابط في صندوق الوصف اللي كتخص وصفات متنوعه ديال التحليات السريعه. وما تنساوش اذا عجبكم الفيديو تشاركوا مع الاصدقاء والاقارب كي تعم الفائده. وكذلك اذا كنتم جداد في القناه فكيفرحني انكم تدعموني وتشاركوا وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. بطبيعه الحال اذا عجبكم المحتوى ديال القناه. وهنا كنكون وصلنا لنهايه فيديو اليوم. نشوفكم في فيديو اخر ان شاء الله. دمتم في رعايه الرحمن. الى اللقاء.